واقف على الكوره محمود عبد الحكيم، واقف ايضا حسام حسن. حسام حسن زي ما قلت لحضراتكم احد منصات الصواريخ في تشكيله النادي المصري، انما يسير لمحمود. محمود يلعب العرضيه خطيره جدا وهدف مش ممكن. لسه بقول لحضراتكم هل يفعلها النادي المصري في الدقائق الاخيره مثلما فعلها ادي عبد الله سيسي؟ مش ممكن. عبد الله سيسي رأسيه اكثر من رائعه من عرضيه محمود عبد الحكيم، يحط على طول. يعني الكل واقف يتأهب ليه ان محمود هيلعب في المرمى، انما خدع الجميع عبد الله سيسي ورأسيه اكثر من رائعه. عبد الله سيسي على يمين علي لطفي. لسه بقول لحضراتكم حسام حسن طبعا والتوأم عموما، وادي حضن كده بين عماد المندوب وابراهيم حسن مدير الكوره. يهمه جدا حسام حسن وجهازه اقتناص النقاط الثلاث النهارده في اول ظهور ليهم مع النادي المصري في فتره ولايه جديده مع النادي المصري. وادي كوره بينطلق من الخلف للامام، وعبد الله سيسي الخالي من الرقابه تماما. طبعا خطأ كبير من مدافعي فريق انبي ان عبد الله سيسي في كره ثابته يبقى